لسه مكملين مع حضراتكم فيس تو فيس على شاشة قناة النادي الأهلي. والحقيقة منذ بدء هذه البطولة وناس كتير عندها سؤال محير جدا. كل شوية حد يسأل كل فريق حصل على كام بعد الجولة الأولى بكأس العالم للأندية، وفيفا الحقيقة كشفت قبل كده أن مكافآت كأس العالم للأندية 2025 بتبلغ مليار دولار أمريكي. دلوقتي بقى اي حد ممكن يعرف المبلغ اللي حصل عليه كل فريق بعد نهايه الجوله الاولى من كاس العالم للانديه، باضافه كمان مكافاه المشاركه على مكافاه نتيجه المباراه الافتتاحيه، باستثناء طبعا فرق اوروبا لسه لم يتم ايضاح تفاصيل المكافآت الخاصه بيها. بعد كل الناس عماله بتتكلم على المكافآت، يا محمود بيجيبوا كالكوليتر وطب ده كده النادي ده وصل له كام وكده، فربنا يستر على الناس بقى اللي هناك يا رب. بالنسبه للمكافآت يا مريم، الفيفا اقر قبل البطوله كل الانديه تاخد قد ايه، باستثناء اوروبا طبعا ان الموضوع متوقف على التصنيف، فهم ليهم رينج. الفوز ب 2 مليون دولار، التعادل بمليون دولار، زائد المكافاه بتاعه المشاركه. فخلينا مثلا لو استعرضنا المجموعه الاولى هتلاقي الاهلي كسب لحد دلوقتي 10.55 مليون دولار، مليون عشان التعادل مع انتر ميامي، والباقي هو مكافاه مشاركته في البطوله. عجبني موضوع 5-5 ده، جاي مناسب. مظبوط، جاي مظبوط. ماشي. بورتو طبعا النسبه اللي اتكلم عنها فيفا ما بين 12.81 الى 38.19 مليون دولار، زائد المليون بتاع التعادل. بالميراس 16.21 مليون دولار، واخيرا انتر ميامي زي الاهلي 10.55 مليون دولار. دي اجمالي المكافآت. طبعا المجموعه ما كانش فيها حد فائز، فكلهم زاد على مكافاه المشاركه بتاعتهم الطبيعيه مليون دولار كمان.